يا مساء الفل، كل سنة وانتم بخير وصحة وسعادة. النهاردة هنتكلم عن أكتر الأبراج الجريئة اللي مبيهمهاش حد، اللي لسانها طويل. أقول لكم أكتر 5 أبراج بالترتيب، بس قبل أي حاجة ننزل دلوقتي حالا نعمل اللايك والسبسكرايب والكومنت بعد الفيديو، ويلا بينا نشوف بقى مين اللي لسانهم عايز قطعه ده. معاكم هدير. البرج اللي واخد المركز الخامس في الجرأة واللسان الطويل هو برج العقرب. برج العقرب من الأبراج الجريئة اللي مش خجولة، اللي تعرف تاخد حقها كويس، جريئة جدا في اتخاذ القرارات، جريئة جدا، هي عارفة هي بتعمل ايه، لسانه متبري منه. هو ما بيتكلمش كتير، العقرب ما بيتكلمش كتير، بس لما بيجي يطلع الكلام بيكون عارف قوي الكلام ده رايح فين ويخص مين وهيجرح مين وهيعمل ايه بالظبط. المركز الرابع برج الأسد. معروف برج الأسد في الشجاعة والقوة والجرأة، شخصية جريئة، ما بتهبش، ما بتتكسفش، مش خجولة، مش اللي هو تقعد كده وتخاف من المواجهة. بالعكس، الأسد يواجه، الأسد يتحط في وش المدفع عادي. الأسد عنده قدرة إن هو يقف قدام أي حد، الأسد عنده قدرة إن هو يتخانق مع أي حد. الأسد فيه صفة إيه؟ إن هو مش من النوع اللي بيحب يشتم. الأسد يخش يضرب على طول. إحنا لسه هنرغي ونشتم وإحنا هنضيع وقت، هوبا طخ 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 على طول، ما عندوش يما ارحميني، جريء جدا. المركز الثالث في أكتر الأبراج جرأة ولسان طويل هو برج الجوزاء. برج الجوزاء. برج الجوزاء عشان هو متقلب المزاج وهوائي، فعنده حتة ان محدش يدوس لي على طرف. انا واحد مزاج، انا واحد دماغي مريحاني، ما تجيش تضايقني، لو جيت تضايقني هضايقك، لو جيت عملت لي كده هعمل لك كده كده. المركز التاني في اكتر الابراج لسان طويل وجرأة برج الحمل. برج الحمل من الابراج النارية اللي عندها زي نار كده جواها. عارفين النار؟ يعني ما بتسمحش ابدا لاي حد يكلمها كلمة وتسكت، تسمحش لاي حد يعمل معها اي موقف وتسكت. الحمل برج بربري، يعني لسانه سليط، شتيمة، ممكن يوصل للضرب، ممكن يوصل، جرأته رهيبة، شخصية جريئة، شخصية قيادية، شخصية بتتعصب بسرعة، شخصية مبيهمهاش حد. المركز الأول برج القوس. يا عيني على برج القوس وجرأته، يا عيني على برج القوس ولسانه الطويل، يا عيني على برج القوس اللي مبيهموش حد، يا عيني على برج القوس اللي دماغه دي مهوية، دماغه مهوية، يعني فعلا بجد دماغه، يعني اللي هو حد قل معاه هيقل منه من اللي جابه، حد عمل معاه حركة كده هيمسكه ويظبطه. برج القوس من الابراج الجريئة جدا، برضه هو برج ناري، برج ما عندوش حتة ان هو يصبر لا، بيحب يرد على طول، بيحب يدي في الوش على طول، ما بيحبش ان هو برضه يسكت وياخد جنب ويقعد، لا، ما عندوش هو الحته دي، عنده المواجهه، على يخش براسه في الخناقات. عارفين انتوا الناس دي؟ الحمل والقوس من الابراج اللي بتخش براسها في الخناقات، جريئه، مفيش اندفاع، ممكن ما تفكرش في اللي هي عايزه تعمله، بتطلع خناقه كده وخلاص من دماغها، هو زي ما بتيجي هيحصل دم، هيحصل تكسير، هيحصل اي حاجه، هتخانق، يعني هتخانق وهعمل عمايل سودة. في برج بقى بيحتل المركز السادس في نفس الصفات دي، انا ما قلتش عليه، انتوا اللي هتقولوا عليه. كلكم انزلوا اكتبوا لي في الكومنتس ايه هو البرج ده، وانا بشوف كل الكومنتس وبرد بنفسي، وعايزه كل الناس تقول لي ايه هو البرج رقم 6، واقترحوا عليا عايزيني اعمل ايه، ومتنسوش اللايك والسبسكرايب. كان معاكم هدير.